حضرتك لما تيجي تصحى من النوم وتاكل طعميه كلها منقوعه في الزيت، وبعد كده تاخد طبق الفول المتين بتاع عربيات الفول اللي كله زيت وكمان طحينه اكتر من طبق الفول ذات نفسه، وتاكل كمان جبنه بالطماطم، والجبنه دي بتكون مهدرجه وكلها عباره عن زيوت نباتيه. جميل كده؟ لا مش بس كده، ده انت تاخد لك رغيفين 3 كده بلدي من الكبار وتاكل بيها، تنسف بيها الكميه دي كلها اللي كلها زيوت ومعموله بطريقه غلط غير صحيه، وتاكل كميه عيش كبيره. نكتفي بهذا القدر؟ لا طبعا، ده انت تيجي في الغدا وتاكل محشي او مكرونه بشاميل، او تاكل الفراخ وهي منقوعه في الزيت بتاع البانيه، او حتى تاكل فراخ محمره او غيرها من طرق كلها غير صحيه، وتيجي في العشاء تكرر الفطار او تكرر الغدا تاني. طب هنا بذمتك لما تكون بتعمل حوالي 10 15 حاجه غلط في الدايت بلان بتاعك، تيجي انت بقى على الصعيد الاخر على نظام الطيبات، تلاقي نفسك ان انت بتاكل 5 6 حاجات غلط بدل ما كنت بتاكل 15 حاجه غلط. تاكل شيبسي وبرينجلز او حتى بطاطس متحمره في الزيت، ولكن هنوقف الفول والبيض اللي معمول في السمنه، وكمان الجبن المهدرجه دي هنوقفها، وهنوقف الطعميه، وهنبطل كميه المكرونه الكتير. فطبعا صحتك هتتحسن شويه، لان انت بدل ما كنت بتدخل جسمك 10 حاجات غلط معمولين بطريقه غير صحيه بقيت تدخل 5 حاجات بس. فما تجيش انت ماشي على دايت بلان سيء جدا، هو اصلا مش دايت، هو اكتر حاجه عشوائيه في الكون، وتاخد حاجه احسن منها شويه فتيجي تقول ده انا صحتي اتحسنت. لا، هو مش حاجه احسن، هي حاجه اسوأ ولكن اقل ضررا. فطبيعي ان انت هتلاقي بعض التحسنات في الفتره الاولانيه، وده اول رد على الناس، هو انا ليه صحتي ممكن تتحسن لو انا عمري ما كنت ماشي على دايت خالص وابتديت ان انا امشي على نظام الطيبات.